ونذيرا. فالله جل وعلا لا يهلك القوم إلا بعد أن يرسل النذر. فالنذر ديت إيه هي النذر؟ النذر دي هي الابتلاءات. النذر دي هي الإيه؟ الابتلاءات. طب العذاب، شوف الله جل وعلا يقول إيه؟ ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. ده مش النذر، ده مش النذر، ده العذاب المستقر ده الذي لا إفاقة بعده، خلاص بقى. طب النذر الله جل وعلا بيرسلها على الأقوام ليه؟ يرسلها على الأقوام لعلهم يتضرعون لله جل وعلا ويتضرعون إليه ويرجعون إليه. طب في ناس بتفهم وناس ما بتفهمش. في ناس تفهم ان البلاء ده جاي لها علشان تفوق، وفي ناس ما بتفهمش النذر لغايه لما بتلاقي مره واحده العذاب يجي ايه؟ واخدها زي عاد كده، وزي فرعون وآل فرعون. هو ولقد جاء آل فرعون النذر. الله جل وعلا في سورة الأعراف يقول ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يرجعون. وقال وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. أكتر من كده إيه تاني؟ ده أرسل عليكم النذر، كل شوية عمال يرسل ابتلاءات عليكم علشان ترجعوا إلى الله جل وعلا تفهموا. واحد ابنه مرة واحدة طب وقع، فراح بين المستشفى قالوا له ده في عمليات. طب ده ايه ده؟ ده ايه البلاء ده؟ البلاء ده جاي واخد منه لوحده، العمليات دي لوحدها واخده منه صدر. ممكن يستدين علشان خاطر يعمل ايه؟ مش خاطر يعمل ايه؟ يعالج ابنه. هيعمل ايه؟ ما هو ده بلاء جاي كده مره واحده. بلاء ده جاي. طيب البلاء ده كان ممكن اصلا ما يجيلوش اصلا. خلي بالكم بقى النقطه دي، ممكن اصلا البلاء ده ما يجيلوش اصلا، لان البلاء ده جاي على هيئه نذير. وده النذر بقى، جمع نذير نذر.